تخيلي إن أنتِ يبقى عندِك وظيفة بتحبيها، ويبقى عندِك استقلال مادي، يبقى معاكِ فلوسِك اللي ما حدش بيحاسبِك أنتِ بتصرفيها فين وبتعملي بيها إيه، وفجأة بعد الجواز تلاقي الناس تقول لِك أنتِ بتعملي إيه بالشغل؟ إيه يعني الملاليم اللي بتطلع لِك دي؟ ما تقعدي في البيت وتربي العيال، وطبعًا ولادِك أهم من الشغل. بس في ناس تانية هتقابليهم يقولوا لِك اوعي تسيبي شغلِك، شغلِك هو سلاحِك، هو أمانِك عشان لو الراجل خانِك. يا ترى إيه الصح؟ هل البنت تكمّل شغل بعد الجواز والّا الأحسن إن هي تقعد في البيت وتربي الولاد؟ الحقيقة إن هي عمرها ما كانت يا أبيض يا أسود، هي دايمًا بتبقى على المُحايد، وأنا هنا دلوقتي عشان أعرّفِك إزاي تختاري. دي من أكتر المواضيع اللي الناس بتتكلّم فيها واللي دايمًا فيها جدال، وإن الناس أوقات بتبقى شايفة إن الأحسن راحتِك في البيت، وإن ناس تانية شايفة إن الأحسن إن أنتِ تنزلي تشتغلي، بس طبعًا اللي يناسب أسرة ما يناسبش أسرة تانية، يعني أنتِ ممكن تيجي تقولي لي إن صاحبتي قاعدة في البيت ومتستتة وكويسة، وأنا أقول لِك إن صاحبتي بتشتغل وكويسة. فهو على حسب ظروفهم هم الاجتماعية. أول حاجة هي مميزات إن أنتِ تنزلي تشتغلي، ودي أهم حاجة في نزولِك للشغل هو استقلالِك المادي، إن يكون عندِك قرش خاص بيكِ أنتِ. طبعًا ده ما بيقللش من ثقتِك في الزوج، لأ طبعًا أنتِ واثقة فيه وكل حاجة، بس فكرة إن أنتِ معاكِ قرش بتاعِك أنتِ تقدري إن أنتِ تحوشي منه، تصرفي منه، أو حتى تجيبي حلويات لولادِك وقت ما يبقوا عايزين من غير ما نرجع لبابا. دي حاجة في حد ذاتها بتحسسِك إن أنتِ مستقلة، وده أمان. تاني حاجة وهي إن أنتِ بتحققي ذاتِك، في بنات بالنسبة لها الشغل مش بس عائد مادي، ممكن يكون مرتبها بيروح على المواصلات، لو هي بتركب أوبر أو بتتحرك بالعربية، لكن هو بالنسبة لهم الشغل ده هو طموحهم وإنجازهم في الحياة، حاسين إن هُم كده بينجزوا وإن هُم بيعملوا حاجة هُم بيحبوها. تالت حاجة الشغل بيعلمِك خبرات، أيوه أنتِ لمّا تنزلي وتحتكي بالناس أنتِ بتتعلمي أسرع، بتتعلّمي أحسن، بتقدري إن أنتِ تردّي، تتعاملي، بتبقي حركة، لكن البنت اللي بتبقى قاعدة في البيت ما بتبقاش بالحركنة دي. رابع حاجة إنِّك هتقدري تساعدي في المصاريف، لإن دلوقتي الدنيا غالية جدًا عليّا وعليكِ وعلى الكل كلّهم، ففكرة إن أنتِ يبقى في حد بيدخّل دخْل إضافي في البيت وبيساعد لو الشهر مش مكمّل، حد بيزُق بمبلغ من معاه، دي حاجة بتحقق رفاهية للأسرة. فعشان كده الشغل ده من وجهة نظرهم هو حاجة مهمة جدًا. طيب تفتكري هو زي ما هو كُلّه مميزات كده ما فيهوش عيوب، في عيوب كتيرة جدًا. الضغط بيبقى مضاعف، أنتِ فاكرة إن أنتِ لمّا تنزلي تشتغلي وتروّحي الساعة 17:00 إن أنتِ كده مش هتشيلي مسؤولية البيت، لأ هتشيلي كل مسؤولية البيت كمان. مع مسؤولية شغلِك، فهتلاقي نفسِك إنِّك شغّالة جوّه البيت وبرّه البيت. تاني حاجة وقت أقل للراحة، يعني أنتِ كنتِ بترتاحي في الوقت اللي هو الصباحي ده أو بتعملي الحاجة على مهلِك، طبعًا هتبقي مضغوطة وبتعملي الحاجة كلّها جري. تالت حاجة الإرهاق النفسي والذهني، هتلاقي نفسِك طول الوقت بتجري، طول الوقت بتصارعي، طول الوقت بتحاولي تلحقي، تلحقي إيه إحنا ما نعرفش. نيجي بقى للبنت اللي قررت إن هي تقعد في البيت وتتستت. دي برضه ليها مميزاتها وليها عيوبها. أول حاجة هي عندها وقت أكبر للأسرة، عندها وقت أكتر إن هي تقعد في البيت وإن هي تهتم بالبيت وتهتم بالأولاد، لإن هي ما بتشتغلش، فالوقت ده بتضيّعه مع أسرتها، وده بالمناسبة من أفضل الاستثمارات، إنِّك تستثمري وقتِك مع أسرتِك. تاني حاجة بيبقى في مرونة أكبر، بيبقى عندِك وقت أكتر فبتقدري إن أنتِ تنظّمي وقتِك، وبيبقى عندِك المرونة إن الوقت كبير، بتقدري إن أنتِ تعملي كل حاجة بأريحية وعلى مهلنا. تالت حاجة إنِّك هتركّزي وقتِك الفاضي ده في حاجات تانية مهمة، زي إن أنتِ تتعلّمي مهارة جديدة أو تاخدي كورس أنتِ مأجّلاه بقى لِك مدة، أو تعملي مشروع من البيت زي الشموع وزي الورود وزي كل الأفكار المشاريع الsourdough دلوقتي قالب الدنيا، أو حتى تعملي أعمال حُرة، يعني تعملي أي business أنتِ عايزاه من البيت. لكن اوعي تفتكري إن هو دلع بس، لإن برضه وجودِك في البيت بيبقى فيه تحديات وعواقب. أول حاجة وهو اعتمادِك المالي الأساسي على رب المنزل. في ستات بتحس إن ده حاجة عادية وإن هو لازم إن هو يصرف عليَّ وإن هو القوامة، تمام، بس في بنات برضه بتتكسف تطلب مصروف شخصي ليها، بتبقى عايزة تجيب غسول لبشرتها مش عارفة تجيب لإن هي معهاش فلوس. تاني حاجة دايمًا حاسة إن هي منعزلة، الناس كلها بتصحى الصبح بتنزل بتشتغل بتشوف الدنيا بتحتك بالعالم
وهي لوحدها قاعدة في البيت ما بتعملش أي حاجة، فطول الوقت حاسة إن هي في عزلة، خايفة إن هي تتعامل لأن هي متعرضة أقل للاحتكاك بالمجتمع. أصعب حاجة هي رقم 3، إن هي صعوبة أو استحالة الرجوع لسوق العمل، لأن وانس إن أنت سبتي الشغل بتاعك والسنين عدت والبيبي ابتدى يكبر وابتدى إن هو يستقل بحياته ويخش المدرسة، أنتِ هتلاقي عندِك وقت فراغ كبير، فهتفكّري إن أنتِ ترجعي شغلِك تاني، فهيبقى عندِك عائق، لأ أنتِ سِنِّك كِبِر، لأ أنتِ خبرتِك مش كفاية على سِنِّك، لأ إحنا مش عايزين. وهنا نيجي للسؤال مين الصح ومين الغلط؟ لكن السؤال ده أصلًا غلط، لإن السؤال المفروض إيه اللي يناسبني وإيه اللي يناسب غيري؟ لإن الناس ظروفها مختلفة، ممكن أنتِ تكوني شغوفة بإن أنتِ تعملي أعمال منزلية وتعملي activities من البيت وتعملي حاجات تقدري إن أنتِ تبيعيها وتعرضيها، زي مثلًا تعملي cookies أو sourdough أو حتى تعملي gifts أو accessories، في حاجات كتيرة أوي تقدري إن أنتِ تعمليها في البيت. وفي ناس تانية لأ، شايفة إن هي شغفها في المكان ده، في الشغل ده، إن أنا أكون موظفة في بنك بانزل من الساعة 6:30 بارجع الساعة 22:00 وإن أنا باعمل الصح. فاللي يناسبِك ما يناسبش غيرِك، أنتِ قيّمي الموضوع في دماغِك وفكّري في مميزات كل حاجة وعيوبها وشوفي هي تناسبِك والّا لأ، واختاري على الأساس ده. وأهم حاجة إن إحنا نكون متفقين على الكلام ده من قبل الجواز، يعني أنا هاتفق مع شريكي أو الشخص المتقدم لي، هل أنت تفضّل إن أنا أشتغل والّا لأ؟ ولو أنا هاشتغل فلوسي دي هتتصرف على البيت والّا هتبقى ليّا لوحدي؟ طيب ولو الظروف بقت صعبة، هل هتاخد جزء من مرتبي والّا هتاخد مرتبي كله؟ هل أنت عندك مشكلة على مواعيد عملي؟ هل طبيعة العمل ده هتناسبك؟ وآخر وأهم حاجة، أنا لمّا أشتغل وأنت تشتغل، هل مسؤوليات البيت من غسيل وطبيخ ونشر واهتمام بالأولاد ومذاكرتهم هتتقسّم علينا والّا الحمل ده كله هيبقى عليّا لوحدي؟ وبناءً على ده تقدري إن أنتِ تختاري قرارِك، سواء كان هتشتغلي والّا هتسيبي الشغل. في النهاية عايزة أقول لِك إن البنت اللي بتشتغل مش أحسن من البنت اللي قاعدة في البيت، ولا برضه العكس. وقيمتِك الحقيقية مش في وظيفتِك، قيمتِك الحقيقية في إن أنتِ تكوني راضية في المكان اللي أنتِ محطوطة فيه، سواء كان أنتِ كنتِ راضية في شغلِك اللي مطلّع عينِك والّا أنتِ في البيت مع العيال اللي مطلّعين عينِك. ودلوقتي جه السؤال بتاع الحلقة، يا ترى أنتِ تفضّلي إن أنتِ تشتغلي وتنزلي الشغل وتحتكي بالناس والّا تفضّلي إن أنتِ تبقي زوجة وتقعدي في البيت وتستقري؟ أتمنى أعرف رأيِك، اكتبيه لي تحت في التعليقات وقولي لي هل كلمتِ شريك حياتِك قبل كده في النقط دي والّا لسه؟ وبس كده، دي كانت حلقة النهارده، أتمنى تكون عجبتِك. أنا نسيت أعرفِك بنفسي، أنا مريم عوزة ودي قناتي، ما تنسيش تعملي لي لايك، شير، سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلِك كل فيديوهاتي الجديدة، ولو احتجتِ أي حاجة أو احتجتِ أي استشارة تقدري تكتبيها لي تحت في التعليقات وأنا أكيد هارُد عليكِ، وشكرًا جدًا على وقتِك.